السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكة اقتصادية وسهلة. كنتمنى تتابعوا معي الفيديو. بسم الله على بركة الله. في المقادير عندي 2 كيسان ديال الدقيق الابيض، الدقيق الخاص بالحلويات، وملعقه كبيره ديال الكاكاو المر، واحد ساشي ديال فاني، وجوج ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى ديال 7 غرام. غربلت هذا الشيء مزيان. ومن بعد ضفت كاس مع مرش ديال السكر. خلطت هذا الشيء وضفت نص كاس ديال زيت المائده، وجوج كيسان ديال الحليب، نفس الكاس اللي عبرنا به الدقيق وعبرنا به الزيت. ومن بعد خلطت الخليط مزيان ووجدت المول اللي غندخل الفران، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. دخلت الكيكه ديالي للفران سخون، ومن بعد نقصت عليه وخليتها تطيب على نار مهيله تقريبا 40 دقيقه. ودابا غادي ندوز نوجد كريمه الشوكولا. عندي كاس ديال الحليب، ونص ملعقه ديال النشا او مايزينا، نص ملعقه ديال الكاكاو المر، وجوج ملاعق كبار ديال زيت المائده. تقدروا تضيفوا جوج ملاعق كبار ديال السكر او 3 ديال الملاعق ديال السكر. وضفت 5 ديال القطع الشوكولا صغيره، تقدروا تستغنوا عليها اذا ما كانتش متوفره. خلطته مزيان وعملته فوق البوطه يطيب، خليته 5 دقائق حتى ولا عندي بهذا الشكل هذا. من بعد ما طابت الكيكه وبردات، حطيت عليها ديك الكريمه ديال الشوكولا من الفوق. وهذا هو الشكل ديال الكيكه من بعد ما طابت. كتجي بنينه وكتجي معلكه وخفيفه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.